السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دعاء باشا، صاحبة قناة فرش عرايس طنطاوية. اللي اول مرة يشوف قناتي، انا دعاء بفرش شقق عرايس. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي باذن الله. زي ما انتم شايفين كده من باب الشقة على طول في الريسبشن كانت المقابل ليها السفرة، وهنا الانتريه. قبل ما ناخد كل تفصيلة في شقة عروستنا، اتمنى منكم ان انتوا تدعوا لها دعوة حلوة ان ربنا يصلح حالها ويساعدها هي وعريسها يا رب، اللهم امين. ما شاء الله، ده كده كان شكل الانتريه. وزعت لها عليه الكوشن كده بالشكل ده، البونبونيرا والسحابة بتاع المناديل المفروض ان هم يتحطوا على الترابيزة، بس كانت الترابيزة لسه ما جاتش. دي الشاشة بتاعتها كانت ماركتها سامسونج. حطيت لها بقى هنا الزرع الاخضر ده ما شاء الله، وهنا بقى كانت المروحة حطيناها ما بين الكنبتين كده. اللي هيقول لي يا دعاء ده احنا في الشتاء مش محتاجين مروحة، انا فرشة الشقة دي بقى لها فترة معايا، كنا لسه في الصيف يعني. ما شاء الله، ده كده شكل الانعام للانتريه بتاع عروستنا، النجفة مع الجبس مع كل حاجة. الشغل كله هادي وبسيط، مفيش حاجات فيها شغل كتير ولا اي حاجة. ما شاء الله، ربنا يبارك لها يا رب. السفرة بتاعتها برضو قد ايه كانت رقيقة وجميلة ومميزة جدا. اول مرة افرش بصراحة الكراسي، تحس ان هي شكلها مختلف عن اي كراسي سفرة تانية. شكلها برضو تبقى حلو اوي في الاستخدام وعملية ومريحة. هنا وزعت لها على البوفيه الشمعدان، وحطت لها الكريستالات الجولد اللي داخل فيها كريستال مع جولد كده. حطت لها برضو الثلاث فازات دول، ما شاء الله كان شكلهم شيك جدا. فرشت لها الرنر كده على البوفيه. اللي هيقول لي الانتيكات كتير قوي، عروستنا النهارده بنوته وحيده ومامتها ما شاء الله متوصيه بيها حبتين تلاتة، ربنا يخليها لها يا رب ويفرحها بيها وتشيل ذريتها يا رب، اللهم امين. هنا الطقم الاكروبال اللي احنا شفناه في البداية بقيته، ده بقية الطقم. وتحت كده حطت لها شنطة المعالق وشنطة السكاكين ما شاء الله. حاولت ان انا اظهر جزء من المعالق بتاعتها، بس للأسف الإضاءة في الضلفة جوه ما كانتش مساعدة معايا، كانت تحس ان الدنيا ضلمة شوية. هنا حطت لها طقم عشاء تاني ما شاء الله، كانت رسمته برضو هادية وبسيطة زي تايجر كده. هنا حطت لها على الترابيزة رانر، وحطت لها شيالة الكحك والطبق الفاكهة الكريستال ما شاء الله، اللهم صل على النبي ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. حطت لها كده في النيش الحاجات الكريستالات في الجزء الزجاج. هو النيش متقسم لاتنين، جزء زجاج وجزء خشب. في الزجاج بقى حاولت ان انا احط لها الحاجات الجولد شويه، حطيت لها الطقم البوهيمي الجولد اللي بالقاروره ده، وحطيت معاه طقم خشاب. وتحت هنا حطيت طقم الشاي والجاتو، وهنا حطيت طقم خشاف بوهيمي ودمجت معاه طقم كاسات بوهيمي. في الجزء اللي تحت ده بقى حطيت الطقم الصيني بالكامل ما شاء الله، رسمته رقيقة وشيك جدا. ده هنا في الضلفة الازاز. في الوحدة بقى اللي جنبيها على طول اللي هي متقفلة بالخشب دي، حطيت الحاجات اللي على سيلفر شوية ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. هنا برضو حطيت طقم شربات، وتحت هنا حطيت طقم كاسات سيلفر ومعاه الصينية بتاعته. وهنا حطيت طقم برضو شوبات عصير ومعاه طقم استكانات قهوة. وهنا برضو حطيت طقم شاي ومعاه شوبات مية. وهنا برضو حطيت كاسات وحطيت شوبات مية ما شاء الله. ده كده كان شكل رصة النيش. اتمنى ان هي تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تكتبوا رأيكم في الكومنتات واللايك الحلو بتاعكم. انا عارفة ان في ناس بتحطلي اللايك من قبل ما بتشوف الفيديو، بجد ربنا يجازيكم كل خير وما يحرمنيش منكم ابدا ولا من تشجيعكم ليا. وان شاء الله الفترة الجاية انزل لكم فيديوهات احلى واحلى كمان بإذن الله. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. كانت جايبة برضو طرات كده اللي هي بالمكرمية ديت، معلقاها على الحيطة. هنا بقى هنشوف مع بعض 3 غرف نوم للعروسة. دي أول غرفة اللي هي تعتبر غرفة الضيوف يعني. وفي غرفة النوم الماستر الكبيرة بتاعتها، ودي أول غرفة معانا احنا حاطينا فيها مفروشات الأطفال بتاعتها، اللهم بارك. فرشت لها على السرير مفرش سوفت التركي كده، وحطيت على الكومود الأباجورة، وحطت لها المنبه، وحطت لها طفاية كريستال. هنا برضو وزعت لها انتيكات من بتاعتها ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف جمال المفروشات والواناتها، وقد ايه ذوقها كان راقي وجميل جدا في اختيار حاجتها، ربنا يبارك لها يا رب. زي ما انتم شايفين دي كانت المفروشات بتاع غرفة الاطفال. حطت لها فوق لحاف وجنب كوفرتة، اللهم بارك. لحاف سرير اطفال وجنب كوفرتة. وتحت كده وزعت الملايات بتاعتها بتاع الاطفال، وحطينا بتدريج الالوان
هنا حطيت لها مفرش قطيفة ودمجت معاه فوط، تحسوا ان الفوط ماشية مع لون المفرش القطيفة، تحسوا ان في تناسق في الحاجة. حاجتها ما شاء الله قد ايه كانت رقيقة وشيك جدا. هنا حطيت لها فوق برضو لحاف اطفال ومعاه كوفرتة، ظهرنا القط كده اللي على الكوفرتة. هنا حطيت مفرش قطيفة وبطانية لسرير اطفال، كذلك مفرش اطفال وبطانية تحت بقى دفاية للسرير الكبير ومعاه بطانية. بحاول ان انا اوريكم رص الدولاب على بعضها، ما شاء الله قد ايه حاجتها كانت رقيقة وشيك جدا، ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. انا بطبعي بحب ان الرصه تكون سهله وعمليه للعروسه، ما بحبش ان الموضوع يبقى مكلكع، ما بحبش احط يعني شغل كتير شرايط كتير، بحب ان الحاجه بسيطه ورقيقه، وعامه ذوقها اصلا هو بيوحي لكده. الحمام ده الخاص بالعروسه اللي احنا عدينا عليه ده. هنا بقى دي غرفة النوم الماستر، اللهم بارك قد ايه الغرفة كانت رقيقة وشيك جدا ما شاء الله. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودعوة حلوة للعروسة كده، ربنا يصلح حالها ويساعدها هي وعريسها يا رب، اللهم امين. هنا في الغرفة ما شاء الله قد ايه كانت رقيقة وشيك جدا، كانت عاملة التسريحة المعلقة ديت والزرعة اللي كانت تحت الشاشة على طول دي، بصراحة كانت واخدة قلبي قد ايه كانت رقيقة وشيك جدا، حسها مميزة ومختلفة بصراحة، يعني ما شاء الله كانت عجباني قوي. والستاير بتاعتها برضو كانت بسيطة ورقيقة، حطيت لها منظم الميك اب كده على التسريحة، وحطيت الستاند بتاع الاكسسوري دوت، هي كانت هتعلق عليه بعد كده الاكسسوارات بتاعتها. وهنا بقى حطيت لها كام ازازة برفن كده وكام ازازة بادي سبلاش، ما شاء الله حاجتها كلها رقيقه وشيك وجميله زي هي عروستنا كلها على بعضها كيوت وقمر. حابه اقول لكم بقى ان مامتها حته سكره بجد، من الناس المحترمه بجد اللي انا اتعاملت معاها، ربنا يجازيها كل خير يا رب. ومرات اخوها من الناس المحترمه برضو، ربنا يصلح حالها يا رب ويرزقها بالذريه الصالحه اللهم امين. هنا ده كان دولاب المفروشات، حطيت لها فوق لحاف للسرير الكبير، وهنا رصيت الفوط، تحسوا ان الوانات الفوط مع اللحاف مع الحاجه. حطيت لها القطعه الفرو ديت، الشريطه الفرو دي وزعت لها برضو فيونكة ورد بسيط كده على الحاجه. الوانات الفوط مع اللحاف مع الوانات الملايات مع الحاجه، تحسوا ان في تناسق والوانات كلها حلوه قوي. حطيت لها الشريطه السيلفر دي على الملايات، ما شاء الله اللهم بارك. وهنا برضو حطيت جزء من الملايات والفوط، وتحت حطيت كوفرتة للسرير الكبير ودفايات. هنا بقى زي ما انا قلت لكم في بدايه الفيديو، انا فرشه الفيديو بقاله فتره، حطيت لها الصيفي هنا يبقى قريب من ايديها في الاستخدام، والشتوي فوق، لان احنا كنا في موسم الصيف ما كناش في موسم الشتاء. ما شاء الله ربنا يبارك لها ويسعدها ويهنيها يا رب هي وعريسها. اتمنى ان دولاب النهارده بتاع عروستنا يعجبكم، فرش دولاب غرفه النوم وغرفه الاطفال، ولو عجبكم ما تنسوش تكتبوا في الكومنتات واللايك الحلو بتاعكم عشان تحفزوني. الناس بقى اللي بتسالني يا دعاء نتواصل معاكي ازاي، في الفيديو على الفيديو من فوق الرقم بتاعي مكتوب تحت، فرش عرايس فرش شقق العرايس، مكتوب رقم التليفون بتاعي على طول، هتلاقوه. تواصلوا معايا واتس، تواصلوا معايا فون، اللي انتوا تحبوه. هنا ده كان الشكل العام لغرفة النوم، ده كده شكل الريسبشن احنا شفناه اول ما دخلنا. تعالوا بقى نشوف تالت غرفة معانا، اللهم بارك. تحسوا ان الحاجة عندها رقيقة وبسيطة، ما فيهاش شغل كتير، ما فيهاش بهرجة. الوانات السجاد برضو بتاع الغرفة كانت رقيقة وجميلة جدا، والستاير ماشية مع لون الكابتونيه اللي في السرير. كانت حاطة التابلو ده كده على الحيطة. هنا ما شاء الله حطينا لها الرنر دوت على التسريحة، ووزعنا بعض الانتيكات الجولد دي. هنا بقى الاباجوره كانت هتتحط على الكومود اللي هيتحط جنب السرير على طول، فرشت لها برضو على السرير مفرش السوفت التركي. ده كده الشكل العام للغرفة. تعالوا بقى نشوف تفاصيل المطبخ، القمر بتاعها مطبخها قد ايه كان منظم وشيك وجميل جدا. هنا الحمام الخاص بالضيوف، انا للاسف ما صورتش الحمامات لان هما كانوا لسه بيعملوا فيه حاجات، فانا صورت الجزء بس العام للشقة وخلاص. هنا بقى في المطبخ ما شاء الله دي التلاجة كانت ماركتها LG، وهنا دي فريزر ما شاء الله. هنا وزعت لها على الرخامة اطقم التوزيع بتاعتها والتوابل، حطيتها لها كده، خصصت جزء كده للمشروبات وجزء للتوابل، اطقم التوابل بتاعتها. وهنا حطيت الزرع الخضرا ديت على الميكرويف، كان شكلها حلو قوي. حطيت لها برضو ستاند المعالق الاستخدام بتاعها،
ما شاء الله الوانات المطبخ كانت رقيقه وجميله بصراحه. اللي عامل لها المطبخ مستغل كل جزء فيه. هنا ده البوتاجاز كانت الماركه بتاعته كريازي تبارك الله. هنا الديب فريزر ما شاء الله كانت ماركته فريش. وهنا التلاجة زي ما قلنا في البدايه كانت ماركته ال جي. وتقريبا برضو الميكروويف كانت ماركته ال جي. ما شاء الله ربنا يبارك لها ويصلح حالها ويساعدها ويهنيها يا رب. هنا بقى في الوحدة العميقة الكبيرة ديت عجبتني قوي وخدت معايا حاجات كتير جدا. لمت لها فيه الاستانلس لان بيبقى اكبر طقم حلل في الحلل كلها هو بيبقى طقم الاستانلس. هنا حطيت الطواجن البورسلين والطواجن البايركس. وتحت هنا حطيت الطواجن كلها بتاع الجرانيت والألمونيا بتاع الكيكة. هنا برضو حطيت الصواني الاستانلس براد كنك طقم حلل استانلس اطباق استانلس حلة الضغط حلل البخار الحلل الاستانلس الكبيرة. بيبقى اكبر طقم معايا وفي نفس الوقت بيبقى عملي جدا في الاستخدام فحبيت ان انا احطه لها قريب من ايديه. هنا بقى حطت لها علب بتاعه الاجهزه بالعلب بتاعتها بناء عن رغبه مامه العروسه. هي قالت لي هي بعد كده لو حبت تنقل في مكان تاني تبقى حاجتها ما تتبهدلش فكانت رغبتها ان هي تتحط الاجهزه بالعلب بتاعتها. فتحنا لها كام حاجة كده للاستخدام. هنا علب التلاجة. تحت هنا حطت لها القلايات تبقى قريبة من ايديها للبوتاجاز على طول ما يبقاش الموضوع صعب. حطت لها كل الأجهزة الكهربائية زي ما قلت لكم كده بعلبها بناء عن رغبة والدتها عشان هي خايفة الحاجة تتبهدل منها. المفرمة الهاند بلندر هنا سيبنا لها بس الخلاط عشان هيبقى استخدامه عملي على طول أول بأول. والكتل وهنا حافظ الطعام والترمس الشاي. الكولمن بقى دوت كان مكانه هنا بس هما كانوا مستخدمينه يعني هما نزلوه واستخدموه. في الوحدة دي بقى حطت لها الطقم الميلامين دوت ما شاء الله تحسوه طقم عشا اصلا بورسلين ما تحسوش ان هو ميلامين. قد ايه ما شاء الله كان جميل ولونه حلو قوي كان عاجبني جدا. ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. هنا برضو حطت لها الكاسات بتاعتها الاستخدام وحطيت قطقم شاي وقطقم مية. اللهم بارك الحاجة قد ايه هادية ورقيقة جدا. في الوحدة دي برضو حطت لها الطقم الحامل الستاند بالشوربة. انا بطبيعتي مش بحب احط حاجات كتير على الرخامة. حطيت برضو مجات بورسلين وهنا حطيت برضو مجات شاي زجاج عادية والبراد الشاي ومعاه كوبايات. والبونبونيرة الكريستال دي حطها هنا لان هي كان عندها استخدامها بره. في المطبقية هنا برضو حطت لها طقم عشا وحطت لها شوبات مية وعصير وشاي. في الوحدة دي برضو حطت لها طقمين حلل اللهم بارك. حطيت الجريلا معاهم وحطيت براد برضو لبانة وحطيت طقم توزيع برضو كان جاي مع طقم الحلل بتاعتها عشان برضو ما نسحمش الرخامة وكده. فحطينا الحاجات الزيادات في المطبخ. الثلاث ادراج الاولانيين اللي جنب الادراج دول تربو دول بقى ادراج رفايع وزعنا لها بقى فيهم الرفايع بتاعتها كلها بالشكل دوت. دي صواني ميلامين للتقديم ومبشرة ومخرطة وكل الحاجات الرفايع دي انتوا اكيد عارفينها. بقى هنا بقى البلاستيكات كلها حطيت الشفاشق والاطباق البلاستيك. تحت هنا بقى حاجات ألمونيا مصافي ألمونيا الفوالة اللبانة ألمونيا. الحاجات الألمونيات كلها حطيتها هنا. وده كده الشكل العام لمطبخ عروستنا. بجد اتمنى ان فرش شقة عروستنا النهاردة يعجبكم وعايزة اسمع رأيكم في الكومنتات واللايك الحلو. كمان ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي بأمر الله. ودعوة حلوة طبعا من عروستنا مش عايزين ننساها. وانتظرونا في فيديو جديد مع شقة عروسة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله.